ازيكم عاملين ايه؟ النهارده انا قلت ايه، شفت الفيديوهات دي فحبيت اعرضها لكم وافهمها لكم واعرفكم الفيديوهات دي ايه وبتجاب منين وايه التكلفة اللي بتعود عليهم وايه التكلفة اللي هم بيدفعوها عشان القنوات دي توافق ان هي تصور فيديوهات زي كده. واسفة على المنظر لان هو فعلا منظر مقزز جدا، فتعالوا اعرفكم على الحقيقة وكل التفاصيل والحاجات اللي بيجوا عندها وما بيقولوهاش القنوات الكبيرة، وليه بيوافقوا ان هو يتعرض عندهم حاجة زي كده. لو اول مرة تشوفي قناتي اشتركي في القناة وفعلي الجرس واضغطي لايك عشان يوصلك كل جديد، وتعالوا بينا نبدأ واعرفكم كل التفاصيل وايه اللي بيحصل جوه الفيديوهات دي بالظبط. لو اول مرة تشوفي اشتركي واكتبي لي رأيك في الكومنتات وقولي لي رأيك انا صح ولا غلط في اللي انا هقوله لك ده، لان هو فعلا ده الحقيقة اللي قنوات كتيرة ما بتقولهاش وبتقولك ده انا اتسرق قناتي. تعالى اعرفك بقى كذبهم واللي بيحصل ده بيحصل ليه. يلا بينا نبدأ الفيديو ونقول بسم الله ونصلي بينا على النبي. بصوا يا جماعة، الفيديوهات دي انتشرت بقالها شهور، بقى داخلة في سنة، بقالها فترة. بيجي مجموعة من دولة برا، من أمريكا أو من اليابان، من أيا كانت الدولة، بس مش من مصر. المجموعة دي بتعرف ناس لقنوات مصرية، مثلا تيجي قناة مثلا زيزي بنك زي ما طلعت قال، يجي حد قريب منها أو حد عارفها يبعتوها ويخلوها تكلم زيزي بنك. مثلا زي نور شانل، تيجي واحدة قريبة منها قناة معروفة تقدر تكلمها وتتواصل معاها وتجيب رقمها. ما اصل انا هبعت لهم ازاي من غير ما اكون عارفاهم؟ لا، فهم عارفين مجموعة كده معينة من القنوات بيعملوا زي وسيط. اجي انا مثلا واحده بشتري قنوات، اقول لك جمعي لي القنوات وانا هدفع لك الفلوس، فتيجي القناه دي تلم القنوات. لا، دي زي مش بيأجروا، زي هي تأجير. اللي يقولك مش تأجير يبقى هو بيكذب وبيشتغل نفسه. هم مأجرين القناة لمدة 10 أيام لمدة 15 يوم عشان يعرضوا فيها الحاجات دي. الحاجات دي عبارة عن ايه؟ ده محتوى هم عايزينه ينتشر. فينتشر ازاي؟ فبدل ما اعمل قناة واحدة وانشر عليها، لا، انا هعمل من غير ما اعمل قناة. اسفة اسفة اسفة، اقسم بالله انا نفسي مش قادرة ابص للمنظر ده. من غير ما اعمل قناة، انا هروح للقناة الفلانية عشان قناتها كبيرة وعليها مشاهدات، هقول لها انا هعرض والفيديوهات دي بتجيب مشاهدات، هتاخدي نسبة مثلا 10%، هتاخدي نسبة 25%، هتاخدي نسبة 50%، على حسب ما بيتفقوا معاه. وما ينفعش معلش يبقى 10%، عشان انا مش هضيع قناتي مقابل ان انت هتديني 10%. لا، ده انا لازم يبقى المبلغ كبير عشان اوافق. واللي يقولك لا ده المبلغ صغير، لا ده انا مش عشان عايز فلوس، اما حضرتك بتأجريها ليه؟ معلش اسفه، يعني في قناه طلعت بتقول بدون ذكر اسم، بتقولك لا انا مش مأجرها عشان محتاجه فلوس. اما حضرتك مأجراها المنظر ده وانت عارفه وناس كتيره اتكلمت عن المحتوى ده ان هو بيجيب مشاهدات وممكن يقفل قنوات. يعني جه المتوحد فكره قال يا جماعه في قناه قفلت عشان نزلت المحتوى ده عليها. فتيجي بقى القنوات اللي بعد كده تستنصح تعمل ايه؟ تاخد الجزء الاولاني من الفيديو وتحطلك المقاطع بتاعتهم دي او الفيديو بتاعهم ويكمل ايه فيديوهاتهم. ليه؟ عشان لما يجي اليوتيوب يراجع او يحصل اي حاجة يبقى انا مش منزل المحتوى ده بس، لا ده محتوي انا منزل جزء من ده وجزء من ده. انما الناس اللي هي بتعمل الفيديو كامل ليهم ده ممكن معرضين ان قناتهم تتقفل. عشان كده نور شانل بتحط الجزء الاولاني من القرف ده في اول الفيديو، وبقية الفيديو بيبقى محتواها من تصويرها. فتيجي تعرض لك بقى بقية المحتوى. المحتوى ده في ناس بتاخد منه 100,000، في ناس بتاخد 200,000، على حسب طبعا. في قنوات بتنزل المحتوى ده بيجيب بالمليون مشاهدة، وفي قنوات بتنزل المحتوى ده بيجيب 25 30. كل واحد على حسب. في ناس بيتفقوا بالنسبة وفي ناس بيتفقوا على مبلغ معين، زي ما زيزي بنك طلعت قالت ده قالوا هيدوني 100,000 وممكن اكتر حسب نسبة المشاهدة لو عليت او كده. فعرفنا ليه. فانا عايزة اقول لكم لو هو ممكن يكون مش محتوى اللي هو لا مؤاخذة يعني جنسي او محتوى مضر، بس محتوى مقزز، محتوى اللي يشوفه يقرأ. كفاية اصلا الصورة المصغرة. انما يعني ايه الافادة ليكم ان انتوا تعرضوا الموضوع ده وينتشر بالمنظر ده الفترة دي؟
طب يعني ما انتوا ممكن تعرضوا على قنواتكم انتوا، اشمعنى القنوات المصرية؟ ما احنا لازم نبقى فاهمين اشمعنى القنوات المصرية اللي تبدأوا تعرضوا عليهم. طب ما انتوا سهل جدا يبقى عندكم قنوات، سهل جدا بدل ما تدفعوا الفلوس دي تفتحوا قنوات وتبقى بتاعتكم وتعرضوا عليها على طول. انما عارفين الفيديوهات دي بتشتغل لمدة 10 ايام 15 يوم وبعد كده ملهاش لازمة، ما بترفعش قناة، خلاص بيبقوا الناس شافوها وخلاص عرفوها. فاهمين؟ فهم بيستهدفوا الناس المتابعين بتاع كل قناة. يعني مثلا انت كقناة عندك 200,000، فانا بستهدف منك الجزء اللي بيخش لي 50,000 لمدة 10 ايام ولا حسب المشاهدات، وبعد كده خلاص انت مش هتخشي عليها تاني، ما انت خلاص عرفتيهم. فيبدأوا يدوروا على قناة تانية عشان يشتركوا فيها، عشان يشاهدوا الناس يلموا المتابعين بتوعهم. بس للأسف في قنوات بتخسر، في قنوات بتخسر قنواتها، في قنوات بتخسر متابعينها، في قنوات بتستهبل وتقولك انا قناتي اتسرقت، انا قناتي اتهكرت، انا قناتي جالها عفريت خدها. بس انا يعني المنظر اقسم بالله يوجع القلب ويقرف يعني اي بني ادم. انا مش فاهمه ازاي. وبعدين يعني في قناه من اللي هي نور شانل، انا شايفه ان هي فيديوهاتها مش جايبه غير حاجه و30، لا في قنوات بتجيب مشاهدات اعلى من كده بكتير. بس هي قالت لك ايه على رأي ما قالت في الفيديو، انا كنت بنزل الاكل ومواصفات ما بلاقيش مشاهدة، كان ممكن يقعد 6 ايام مفيش 1000 مشاهدة. زي فعلا اغلبية قنوات الاكل ان فعلا ما عادش عندهم مشاهدات. قنوات بقت كتيرة، قنوات الاكل بقت كتيرة، قنوات كل حاجة بقت كتيرة، وللأسف الناس بقت بتدور على الكلام الفاضي والتافه عشان تتفرج عليه، ده للأسف. انما احنا لو بصينا للفيديو هو اساسه تنظيف بشرة بس، زي يعني ايه مقربينه بشكل مقرف. فانا مش فاهمة الناس اللي بتخش تتفرج عليه دي بتتفرج على القرف ده ازاي، يخرب بيتكم والله العظيم ما عارفة بجد. يعني ربنا يرحمنا من القرف اللي احنا فيه ده. فنفسي قناة تطلع يعني تفهمنا هم ايه الافادة ليهم غير الفلوس ان هم ينشروا محتوى زي ده. بس انا ما اظنش ان في مصريين بيخشوا يتفرجوا على القرف ده، او نسبة قليلة قوي من المصريين، لان هم بيعتمدوا على ان الدولار والمشاهدة بتاعتها بتبقى 1000. الRPM والكلام ده بيترفع، والRPM مش هترفع من مصر لان مشاهداتنا اصلا معدومة، اللي بيجيب 2003 بياخد سنتات. معلش ان انا اوريكم القرف ده، بس كان لازم اتكلم في الموضوع لان هو بقى موضوع مستفز قوي. شكرا جدا لكم.